برامج وثائقي. ومع نهاية العرض يقوم هذا الصياد بجمع الأفاعي في صناديق وأكياس خاصة بكل أناقة واحترافية وتعامل يشبه عمل الساحر. إن الجراء في البداية تبدو صغيرة في الحجم والوزن، لكنها ما تلبث أن تكبر بسرعة فتصل إلى وزن 200. أصوات ناي حزين يتبادل مع الطبيعة نغمات الجمال والروعة. بسبب نزول كميات مهمة من الأمطار أصبحت قطعان الإبل ترعى بطمأنينة وتنتقل غير بعيد بين الأشجار الباسقة والشجيرات الصحراوية القصيرة، وتتغذى على النباتات الشوكية التي تفضلها الإبل. مرحبا بكم في هذا الوثائقي الذي خصصناه لحياة الخنزير البري، وهو ثالث وثائقي نخصصه حول الخنزير البري والثاني هذا الموسم. وهنا أم 44 تنتقل سعيدة هي الأخرى بموسم ليس كالمواسم، موسم فيه صب المطر. مرحبا بكم في هذا الوثائقي. نحن نتواجد بجبال جير، أعلى قمة عن سطح البحر بجهة قلميم ودنون. في هذا الوثائقي سنرصد لكم إحدى أجمل المغارات بهذه المنطقة، وسنرصد لكم بعضا من الحياة الطبيعية، حياة بعض الخنازير بهذه المنطقة. تخطيط للمهرجانات. نظمت جمعية مهرجان حاسلقاح بتنسيق مع جمعية العطاء للتنمية القروية مهرجان حاسلقاح السنوي في نسخته الثامنة تحت شعار الثروة الجبلية مناظر جذابة وآفاق تنموية واعدة. كان شهدوا الحفل الختامي والرسمي لمهرجان حاسلقاح التراثي والثقافي. هذا المهرجان منظم السنة من 8 إلى 12 أغسطس 2016. مهرجان حاسلقاح التراثي والثقافي هون كشعراء هذا المهرجان. هو مهرجان بطبيعة الحال عنده إشعاع بارز في نفوسنا. ثقافة التوعية وثقافة العمل المتواصل والتنسيق بين جميع المؤسسات، سواء المؤسسات الحكومية والمؤسسات المدنية. وقف الجميع لاستقبال بعض الشخصيات من السلطة المحلية وشخصيات أخرى مدنية، حيث تنقل الوافدون رفقة مدير المهرجان بين الخيام الصحراوية لتقدم لهم توضيحات حول دور الموروث المادي للمنطقة، هذا الموروث الذي يشكل دعامة أساسية وثروة محلية مهمة. برامج فنية وثقافية. بسم الله إلهي نبدأ حسكي ذا اللي حبه ما يتعافى، حسكي ذا اللي حبه ما يتعافى. طلعت محمد يا الوحدين اسكي، طلعت محمد يا الوحدين اسكي، عم النور إلى الشرافة. لا تفهم عن حد ينفع لو خردون الله، وارفع تخمامك عن ذاك واقنع بالقلب والافعال اخوه. لا تفهم عن حد ينفع لو خردون الله، وارفع تخمامك عن ذاك واقنع بالقلب والافعال اخوه. واللي
خاطي ذاك مرجع ما يحتز وكون جوا رزق الحادث فيه خابر نور العون ونور القوة هو هون الذات جابر واللي واعد هك هو. لا تقتلني يا مول الذات ما كفيت لهذول الأصحاب واعطيني مهلة في الحياة نجبر فيها الأهل والأحباب. عارف عنك مالك شبيه وشايف ذاك العايش فيه واعطيني رزق كافي بيه بلا كلفة وبلا عذاب. جاتني ديك الفكرة بأنني هذاك الطوميل تصنت الروابط قدام وعجبني هذاك الطوميل ودخلت ليه بديت الكتابة من بعد راه تسجال وهذا. سطورة وكلامي بحورة ما يفهموهاش غير العقولة. دراري صغار كينسو غير بالكولة وشي على ظهرنا بنا القصور وشي مسكين ملقى حتى فولة. نروح نجيبو جولة لديك الدولة اللهم روما ولا هونا كرهونا وي فات الحفرة. الحمد لله ربي كبير ان شاء الله غنحيدو من هاد المهنة زيرو آفاق في هاد البلاد الكحلة. هي مجموعة تحدث على مقام ينقال له مقام صغير في الشعر الحساني. شخصية صحراوية. الحمد لله الذي جعل الكلام يغني عن الأقدام والأقلام. الحمد لله الذي جعل الكلام ينوب عن الأقلام والأقدام. عبارة نبدأ بها وصف هذه الشخصية الصحراوية التي يعجز اللسان عن وصفها. أشهر 4 شخصيات صحراوية تحكم الصحراء: حمدي ولد الرشيد أخطبوط الصحراء. ينحدر حمدي ولد الرشيد من عائلة أولاد الرشيد الشهيرة بالصحراء. شقيقه خليهن ولد الرشيد كان قد سطع نجمه في الأعوام السابقة. ما حد حي تم نقولوا وإذا متنا تم قولوا يا مولانا يرحم رقي يبغيهم الله ومرسوله. رحل عن الحياة لكن ذكراه لم ترحل، فكلمته الرنانة لا زالت في الآذان. إنه الأيقونة الودنونية والصحراوية حماد جيجي. والله نوصيكم عليه تم عارفين انتم اولادنا وتموا مشيرين عن سمعتكم ولا يكرهكم حد فيها ولا يمثلها حد عندكم يقول لكم ثم قاعد فاش كنتوا ويكم قاعد كانوا يديروا هكذا وانتم جزاك الله خير يا سيدي لعد كانوا يديروا انت ما نكفاهم والله ماسيه ما هو شيء. احنا هو راس مالنا وماسيين فوق السماء ما هو بدون. برامج بواسطة الذكاء الاصطناعي. تلفزيون وشاهدنا إعدام صدام حسين، فهل صدام لا يزال حيا فعلا؟ أقول لك أقسم بالله وبالعراق إنه هذا الفيلم المخزي اللي يظهروا الخونة ما هو صدام حسين وخهدله، هذا رفيق ميخائيل الله يرحمه. وسوف تثبت. نتواجد حاليا بملعب مستايا معقل فريق فالنسيا، حيث شهد البارحة مباراة فريقي فالنسيا وريال مدريد. السلام عليكم، أنا ليلى مقدمة الذكاء الاصطناعي في قناة صحرتو. سنتكلم اليوم حول مشروع السعودية نحو الفضاء. هذا المشروع الأول من نوعه. برامج حول الصناعة التقليدية. العائلي سحر مولود، صانع تقليدي. بديت الحرفة من 75 إلى الآن. الصناعة هي مكسب واللي يجبر منها الصانع هو حلالا طيبا. وإلى جانب الأخوين الجاكوك يشتغل المعلم أيوب متحديا كل الصعوبات التي تواجهه في هذا الميدان. الناس فاش يجيو عند مول المحل تيقول لهم الثمن تيجيهم غادي شويه كيجيهم غادي بزاف، تيضطر يعني القدرة الشرائية ديال الناس ضعاف، ما عندهمش ما يقدروش يشروا شي حاجة غادي تيضطر ينقص وتينقص مثلا ثمن الأجير يعني ثمن الأجير. مرحبا بكم في الحلقة الثانية من برنامج أيادي من ذهب، البرنامج الذي يسلط الضوء على إبداعات الصناع التقليديين. في هذه الحلقة زرنا الصانع مولود الزحال في محل اشتغاله، وهو من أمهر الصناع التقليديين بالجهة.
وكما شاهدنا في الحلقة، سوق محيريش يعتبر نقطة سياحية بالمدينة لا يستهان بها، حيث يلتقي فيها السائح بالصانع التقليدي والعارض. رب ورطاجة وتغطية. فريق حاسلقاح لكرة القدم فريق حديث النشأة لكنه كبير الطموح، يضم مواهب كروية مميزة تداعب الكرة بكل مهارة، مما جعل السكان يقومون بوقفات ومسيرات احتجاجية تعيد إلى الأذهان مسيرات واحتجاجات سنة 2010. اليوم قد المسيرة السلمية الحالة المزرية اللي كتشهد فيها حاسلقاح جماعة تفرقة إقليم قليمين. وصلت تحسيسية. نحاصروه سابق ما يحاصرنا، نتغلبوا عليه سابق ما يغلبنا.